هل عمرِك رجعتِ البيت وأنتِ زعلانة بسبب كلمة حد قالها لِك، أو فضلتِ طول اليوم تفكّري في تصرُّف ضايقِك، أو يمكن قضّيتِ ساعات طويلة تحلّلي ليه فُلانة قالت كده، وليه فُلان عمل كده؟ لو حصل معاكِ أي موقف من دول فالحلقة دي ليكِ. صباح الفل عليكم، يا رب النهارده يكون يوم كُلّه خير وبركة ويوم يقرّبكم من ربنا أكتر. النهارده هنتكلّم عن مهارة من أهم مهارات الراحة النفسية. اللي لو اتعلمتيها صح هتوفر عليكِ كمية كبيرة جدًا من التوتر والزعل والمشاكل، وهي فن التغافل، بالبلدي كده إزاي تكبّري دماغِك عن كل حاجة وحشة بتحصل حواليكِ. لكن قبل ما نبدأ لازم نفهم إن تكبير الدماغ ده هو مش معناه إن الإنسان يبقى ضعيف أو شخصيته مهزوزة أو بيسمح للناس تهينه. لأ، تكبير الدماغ ده يعني في أحيان كبيرة جدًا بيعبّر عن يعني عن قمة القوة والنضج. في ناس بتدخل كل معركة وترد على كل كلمة وتقعد تناقش كل شخص وتعلّق على كل بوست منشور علشان تثبت وجهة نظرها، وفي الآخر بتلاقي نفسها مرهقة نفسيًا وعصبيًا. وفي ناس تانية عندها حكمة عارفة إمتى تتكلم وإمتى تسكت. خلّيني أسألِك سؤال، كم مرّة اتخانقتِ فيها بسبب سوء فهم بسيط، وكم مرّة اكتشفتِ فيها إن الموضوع أصلًا ما كانش مستاهل؟ أحيانًا بنتعب نفسنا لإننا بنفترض أسوأ التفسيرات، واحدة ما ردِّتش على الرسالة بتاعتي أكيد متعمدة، واحدة ما سلِّمتش عليَّ أكيد قصدها تحرجني، وهي في الحقيقة بتكون ما انتبهتش وأنتِ كبّرتِ الموضوع. الراحة النفسية بتبدأ لمّا أنتِ تبدئي توقّفي تفسّري تفسيرات البشر على إنها ضدِّك. يعني واحدة من أكبر المشاكل في حياتنا إننا بنستهلك طاقتنا في أمور صغيّرة جدًا، وبنقضي ساعات كتير نقعد نفكّر ونحلّل ونزعل. في أحيان كتير ممكن الشخص التاني ده هو اللي أنتِ قاعدة تفكّري هو عمل معاكِ كده ليه، هو نايم أصلًا ومش فاكر أصلًا الموضوع ومش واخد باله أصلًا إن دي كانت حاجة تزعّل فعلًا. عاوزة أقول لِك على حاجة، التغافل يعني مش بيريّح بس النَفْس، ده كمان بيحافظ على العلاقات جدًا. في ناس خسرت صداقات وعلاقات أسرية بسبب حاجات تافهة، لو رجعوا ليها بعد سنوات تانية هيضحكوا عليها، كلمة اتفهمت غلط، سوء تقدير، والنتيجة فترة خِصام طويلة جدًا. التغافل هنا كان هيمنع ده كُلّه. بس خلّي بالِك التغافل مش معناه إن أنتِ تسمحي بالإهانة المستمرة ليكِ. لو في شخص بيسيء إليكِ باستمرار لازم يكون هناك موقف واضح. طيب إزاي نتعلم التغافل؟ أول حاجة اسألي نفسِك هو الموضوع ده هو فعلًا يستحق اللي أنا عاملاه في نفسي ده هو؟ تاني حاجة لازمًا تتعلمي تعطي أعذار للناس. تالت حاجة ما تتخذيش قرارات وأنتِ غضبانة، يعني هتكون غلط أكيد يعني. رابع حاجة حاولي تشتغلي على نفسِك بأي حاجة تنفعِك عشان ما يكونش عندِك وقت للتفكير. خامس حاجة اعرفي تمامًا إن راحتِك النفسية أغلى عندِك من أي جدال. وفي النهاية أحب أقول لِك مش كل حاجة بنناقشها بتستحق إن إحنا نضيّع وقتنا عليها، أحيانًا بيكون أجمل رَد هو الصمت، وأعظم انتصار هو التجاهل. وأحيانًا كتير بيكون أكتر طريق للراحة النفسية هو إنِّك تكبّري دماغِك عن أشياء كتير ما تستحقش اللي أنتِ تدّيها الاهتمام ده كلّه. لو وصلتِ لهنا اكتبي لي في التعليقات سأختار راحتي النفسية، وما تنسيش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، واستنيني بفيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.